ورجع الزمالك يلعب مباريات الدوري، وأول مباراة مع سيراميكا رجع الزمالك تاني. كان ايه لازمة الدوشة اللي انت عملتها من الأول دي؟ بس دي بتدل على حاجة واحدة، ان انت مش عايز تلعب مباراة الأهلي علشان انت خايف منه، بس ملهاش معنى تاني. انما الضجة والشوشرة اللي انت عملتها دي ما بتخصش حاجة غير ان انت خايف فقط لا غير. ده خوفك انت، ملهاش كلام تاني. رجوعك ولعبك مباراة سيراميكا اكبر دليل ان انت كنت خايف تلعب النادي الاهلي. يا راجل انت جمهورك المفروض هيحضر لك المباراة، ما حضرهاش. مباراة سيراميكا ما فيش حد من جمهورك حضر لك المباراة. عرف ان انت كلامك في الهوا، عرف ان انت كنادي ادارته خايفة، ادارته مش قد المسؤولية اللي هي فيها، مش قادرة تفكر هي هتعمل ايه في الفترة اللي جاية. انت خايف ان انت تلعب الاهلي لا اكثر ولا اقل. والكلام اللي انت طلعت تقوله والطلبات اللي انت بتطلبها مفيش منها حاجة اتنفذت، فما كانش ليها ضجة ولازمة ان انت تعملها. اهي ردت عليك، ملهاش حل تاني بان عودة الجمهور ليك. ما حضرلكش المباراة، عارف ان انت حنفي في كلامك. نادي الزمالك خلاص قصته وموضوعه انتهى برجوعه لعب المباريات تاني من جديد في الدوري. يا راجل ده انت من ضمن الكلام اللي حصل في البرامج الفترة اللي فاتت، يعني اسمع بس الكلام بتاع رضا عبد العال كان بيقول ايه على نادي الزمالك وإدارته. الزمالك النهارده بيعود للعب مرة أخرى كده، بيكسب 4-2. ما حلو اهو، امال ما لعبش ماتش الاهلي ليه؟ اسألك أنا. طيب ما حلو اهو، بيكسب اهو والامور زي الفل. تسأل الإدارة. امال يا مجلس اداره انتوا ما لعبتوش ليه؟ وضحكتوا علينا في ماتش فاركو وقلت احنا هنلعب الماتش ده والماتش اللي جاي مش هنلعب الا لما ناخد هنا ولا هنا بقى. وناخد كل حقوقنا، ولا حق ليك تنفذ. لعبت بناء على ايه؟ يا كابتن هم قال لك ان مكاسب حققناها. قول لي مكسب. ان تم الاعلان عن ان التحقيق مع حكم لقاء المصري. اسقف لك والله العظيم. انا مالي انت بترد بالنيابه. انت بص، انهي مكسب اتحقق على ارض الواقع؟ ما بقاش يمضي عليها حاج عامر حسين. اللهم صل على النبي. احنا كده خلاص عدينا القناه، صح كده؟ يا راجل عيب قوي، عيب قوي. انت بص، انا ماليش دعوه بالمطالب الوطني، ما يمشيش رئيس لجنه المسابقات ولا رئيس لجنه الحكام ولا تحقق مع الحكمين. الحكمين النهارده عاملين الحاجه الوحيده اللي هي لازم يتمسك بيها، اللي هو مش هلعب ماتشاتي الا ما الماتشات بتاعه الدور الاولاني كلها تخلص. مش ده كان اهم مطلب؟ ده اهم مطلب يا عم. اتكلم صح يا عم رضا كمان في الكلام بتاعك ده. انت بتقول ده اهم مطلب؟ ده هو بعت جواب اعتذار عن المباراة ان هو مش هيلعبها، ان هو مش هيلعب المباراة علشان عنده اعتذار، عنده عذر. بس خلينا في التعليق بتاع رضا عبد العال. بيقول ايه اللي انت كسبته من اللي انت عملته الفترة اللي فاتت؟ ولا حاجة. مفيش غير ان انت كنت خايف من مباراة النادي الاهلي ان انت تلعبها علشان هتتغلب فيها، وهو ده اللي حصل. انت معناها ان انت ما لعبتش المباراة ولعبت المباراة اللي بعديها ان انت كنت خايف من النادي الاهلي. ده الكلام والنهاية. واكبر دليل جمهورك مش مصدقك حتى في اللي انت عملته. مباراتك مع سيراميكا ما جالكش الجمهور علشان يتفرج عليه، مفيش جمهور. ده الجمهور اللي حضر المباراة بتاعة بيراميدز وسموحة كان اكتر من الجمهور اللي حضر المباراة بتاعة الزمالك. خلاص ما بقيش في مصداقية من جمهور نادي الزمالك لإدارته ولا ناديه. كلام ينهي عن اي حاجة تاني ممكن تشوفها الفترة اللي جاية. هل انت مستعد الفترة اللي جاية ان انت تصالح جمهورك؟
هتصالحوا ازاي؟ هيبقى في مصداقية بينك وبين الجمهور ازاي؟ هترجعوا ليك تاني ازاي؟ مفيش كلام. مع العلم ان رضا عبد العال في انتمائه زملكاوي مش اهلاوي، زملكاوي. عايزين تسمعوا فعلا رد الفعل بتاعه ان هو فعلا زملكاوي ولا لا؟ اسمعوا. اعلن الناس المسؤوله اللي هي ضغطت على الرجاله اللي عندنا، ضغطت عليهم وخلوا شكلهم وحش، وطلعوا دلوقتي بقوا مسخه لكل المواقع بتاعتكم. اللي ضغطت على الرجاله عندنا يقصد نادي الزمالك والمواقع بتاعتكم، المواقع بتاعتكم اللي هي بتاعت الاهلاويه. يعني مفيش كلام تاني بيدل على ان الزمالك انتمائه لرضا عبد العال ملهوش حل. رضا عبد العال منتمي لنادي الزمالك، وبناء على الكلام بتاعه هو اللي حدد الموقف بتاعه. مفيش دليل اكبر من كده. هو ده رضا عبد العال. بس برضه كان جاي على إدارة نادي الزمالك بيقول له انتم ايه اللي عملتوه ده؟ ولما يجي يحاسب هو بيطالب، بيقول انت كسبت ايه اللي كسبته من الموقف اللي انت عملته؟ هو ده دليل بالنسبة لك ان انت كسبت حاجة؟ انت خسرت كل حاجة. اهو اسمع. انت كسبت ايه عشان تلعب؟ قول لي. انت بتقول لي دلوقتي امبارح حتى طلع المتحدث الرسمي وقال لك احنا كسبنا ان ماتشات الدوري الثانيه اعلنت. مش ده اللي قاله امبارح؟ وطلع الدكتور ايهاب الكومي كاتبه، واخد بالك؟ لما قال لك ايه ان بريرا توقف، فقال لك لا بريرا كده عاد هينتهي وقبلها بشهرين بلغوه من قبل ما يحصل الكارثه دي ان انت مش معانا. يعني من قبل ما الزمالك يعمل الفيلم ده. ما هو ده بقى فيلم حمضان. انا هقول لك على حاجه، حتى لو ضغط عليهم والله العظيم، انت عارف هم لسه جايبين الكونفدراليه، ولو خدوا دوري ابطال افريقيا ما كانش هيتصيطوا زي ما القرار ان هم كانوا قدموا استقالاتهم بعد ما حصل. الناس كلها تفهم ان ده في ضغوط، فهم قدموا استقالاتهم ومشوا. بس الكرسي هنا لحس دماغتهم. الكرسي له بريق تاني. انت بناء على ايه خدت الموقف ده؟ وخلي بالك انت فاكر انت لما كنت بتكلمني تقول الزمالك يلعب ولا ما يلعبش، قلت لك ايه؟ يلعب. فاكر؟ انا لان انا عارف ان هم هيرجعوا في الكلام، والله العظيم متاكد وواثق. انا متاكد وبيحلف يمين وانه واثق ان نادي الزمالك هيرجع في كلامه وهيلعب المباريات. يبقى الخلاصه ان الزمالك كان خايف ان هو يلعب النادي الاهلي. ده خلاصه الكلام. شكرا اداره نادي الزمالك، نشكركم على حسن تعاونكم معنا انتوا ورجالكم، والى لقاءات اخرى قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.